السلام عليكم. اليوم جبت لكم تليتلي بسيط بطريقه يجي فيها القوام تاعو كريمي، يجي بنين بزاف. تابع الفيديو الاخير، متاكده اللي راح يعجبك. شرائح من صدر الدجاج، كركم، ثوم مجفف، فلفل اسود. خلطيه مليح، غطيه وخليه ليله كامله. في الغد ديري كميه من الزيت في مقلاة يسخن، لما يسخن مليح حطي قطع الدجاج تاعك. اذا ما عندكش الوقت تقدري الدجاج مباشره بعد ما تبليه تقليه. بعد ما يتقلى ويتحمر على الجهتين نحيوه من المقلاة، ونفس المقلاة نديرو فيها حبة بصل تكون مرابية ولا مقطع رقيق، ثوم وقطعة من المارغرين. نزيدو نقليوهم شوية حتى يذبل البصل. بعد ما تذبل البصلة شوية نديرو الملح، كركم، فلفل ابيض، كمية من الزعتر. من جهة أخرى كاس ونص حليب يكون بدرجة حرارة الغرفة، ديري فيه ملعقة كبيرة فرينة، خلطوهم ونصبوهم على خليط البصل. نزيدو معاه كاس من الماء اللي غلا فيه تليتلي. خليط الحليب والفرينة تقدري تعوضيه بكريمة الطهي. نزيدو كمية من الجبن المبشور، تقدري ديري اي نوع جبن عندك، تقدري ديري جبن مثلثات كما تقدري ديري جبن طري. خليه يعقد حوالي 2 دقائق فقط. من بعد نديرو كمية التليتلي اللي نكونو غليناها في الماء والملح. انا هنا الكمية درت حوالي رطل. خلطيه وطفي عليه، ما تخليهش يطول على النار. مع تلوحيه طفي عليه خاطرش التليتلي طايب 100%. اذا شفتيه نشفلك تقدري تزيدي له شويه حليب. ونقدموه مع قطع الدجاج مع رشه زعتر على الوجه. تحبي ديري معدنوس اختياري. يجي بنين بزاف، يجي كريمي. نتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم، وشهية طيبه.